ملوش في الطور ولا في الطحين، وفجأة لقى نفسه قدام حرب وصراعات ولازم يحارب عشان يقف جنب صاحبه. روبوت تخين مهمته يعالج الناس، لقى نفسه وسط ساحة حرب ومطلوب منه يواجه المخاطر. الموضوع مخيف شوية لكنه مبهر في النهاية، علشان كده اعمل اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. فيلمنا بيبدأ وسط مدينة فرانسيسكو، وخاصة في حتة مقطوعة تقدر تقول عليها كده سرية، مخبأ بقى أو قابو أي حاجة. المهم في المكان ده بنشوف حلبة قتال، وفي معركة شغالة ما بين 2 روبوتات، علشان نعرف ان المكان ده عبارة عن حلبة مصارعة غير شرعية. كل واحد عنده روبوت بيجي يدخل في رهان علشان يلعب مصارعة ويكسب فلوس كتير، لكن اللي بيبقى مسيطر على معظم القتالات دي هو واحد اسمها ياما، اللي معاه روبوت قوي جدا بيهزم اي روبوت يواجهه بكل سهولة لحد ما بيقدر يفوز بالماتش ده كمان. المهم بعد ما الماتش ده بيخلص بيظهر طفل صغير اسمه هيرو، واللي كان جايب الروبوت بتاعه وعاوز يشارك في المصارعة معاهم، لكن كل الناس كانوا بيتريقوا عليه لان الروبوت بتاعه حجمه صغير واكيد هيبقى ضعيف، لا وكمان داخل قصاد اقوى واحد في الحلبة كلها، هيفوز عليه ازاي بقى؟ المهم هيرو علشان يقنع المتسابق اللي قصاده بيعرض عليه فلوس كتير، فالمتسابق بيستغرب هو جايب الفلوس دي كلها منين، لكن علشان الفلوس دي مستعد يعمل اي حاجة وبيوافق ان يخوض القتال ده عادي جدا. المهم في البداية هيرو بيخسر من أول جولة لأن تقريبا نسي يشغل الروبوت بتاعه، والنتيجة اتقطع لحتت صغيرة. علشان ملحقناش نخلص من الماتش الأولاني يعرض إنه يدخل ماتش تاني كمان، فالناس بتضحك عليه اللي هو أنت عبيط يا ابني ولا إيه؟ أنت مش شايف نفسك ولا أعمل حاجة؟ ده أنت لسه واخد علقة موت ما قمتش منها لسه. بس هيرو كان عارف آخرهم الصراحة، وزي ما بيقولوا اللي ديته فلوس اقتله، بيرشيهم بمبلغ أكبر من الأولاني، وساعتها ياما بيطمع أكتر وبيوافق للمرة التانية، ما هو هيتسلى عليه لحد ما يصفيه بقى، واخيرا بيبدأ الماتش التاني. بس ساعتها بنشوف نظرة هيرو اختلفت تماما، حتى وش الروبوت بتاعه بيتغير للون الاحمر كأنه اتعصب يعني، وساعتها بيدخل الماتش وهو ناوي على الفوز، وهتك يا ضرب. الروبوت او الميني روبوت اللي قدامنا ده بيقدر يهزم الروبوت الضخم ده بكل سهولة، ده بيقطعه حرفيا ما بيقدرش يعمل له حاجة، وفي النهاية هيرو بيكسب مبلغ كبير جدا. ما تنساش انه كان دخل بمبلغ مش شوية برضه، لكنه عوض خسارته كلها بالمكسب ده. الكل بيتصدم من اللي هيرو عمله، خاصة ياما اللي ما بيقبلش في حياته غير الفوز وبس، وبيحس ان هيرو ضحك عليه واداله قلم سخن قوي لدرجة انه ضحك عليه الناس كمان، علشان كده بيؤمر رجالته ان هم يضربوه ويرجعوا منه الفلوس. قال له ما انت اخدت من الواد في البداية كان عمل زيك ولا انت حلوف بقى ما بتشوفش؟ المهم قبل ما الرجالة يمسكوا هيرو ويقطعوه بيظهر شخص تاني راكب دراجة اسمه تيداتشي، واللي بنعرف انه اخو هيرو الكبير، وجاي يهربه بسرعه. اصل بعيد عنك هيرو ده مدوخه كل يوم في حته ومشغول قوي بحوار مصارعه الروبوتات ده، وهيرو ما بيصدق ينفد بجلده وبيركب ورا اخوه وبيسيب الروبوت بتاعه في الحلبة عادي جدا. وياما بقى لما بيشوفه بيطمع فيه وكان عاوز ياخده ويعتبره بتاعه، وهي حاجه تعوضه، لكن على مين؟ المعلم هيرو على سن ورمح كان عامل حسابه لكل ده، ويا دوب خرج من هنا وساب الروبوت بس كطعم لحد ما يهرب، لكنه بيشغل نظام الجري وبيخلي الروبوت يحصله، وساعتها ياما بيحس انه اخد قلم تاني على وشه، ومن كتر الاقلام بقى ما بيطيقش اللي حصل وبيجري هو وعصابته ورا هيرو. الحاج تيداتشي بقى القدوه بتاع المعلم هيرو، واللي المفروض يساعد اخوه في كل حاجه ويبعده عن البلاوي السوداء اللي بيعملها كل يوم دي، كان مقضيها طول الطريق نصايح لاخوه. ويا ابني حس على دمك، ده انا كل يوم اجي اخدك من مكان شكل، انت ما بتحرمش ولا ايه؟ ومسيرك تورط نفسك في مشكله وتطلع منها متدغدغ. لكن هيرو كان مهووس بحوار القتالات دي لانه بيكسب فلوس كتير من وراها، وبما ان الحوار ده كله غير شرعي فوهما بيهربوا في الطريق بيتفاجئوا بالشرطه وهي محاصراهم وبيقبضوا عليهم هما وكل الناس اللي كانت مشاركه في الحلبه. تيداتشي بيدخل القفص مع المتسابقين الكبار بما انه شخص بالغ زيهم، واللي طبعا بيعملوا معاه الواجب. اما هيرو فبيتسجن في قفص لوحده بصفته طفل صغير، ما بينجدهمش من الحوار ده غير خالتهم كيس اللي بتروح تضمنهم وتطلعهم من الاسم بكل سهوله. وزي ما تيداتشي كان مصدعنا بكلامه بيطلع الموضوع ده كله سلو في العيله عندهم، وخالتهم هي كمان بتفضل طول الطريق تزعق فيهم، وانا اللي مربياكم بعد ابوكم وامكم بعد ما ماتوا لازم تحترموني شويه، وما ينفعش اروح اضمنكم من الاسم بعد كل شويه بعد العمر ده كله، وخاصه انكم لسه صغيرين بعد البهدله دي كلها. وبعد ما بيوصلوا البيت خالتهم بتودعهم وبتمشي، بيطلع تيداتشي
تيداتشي يتكلم مع هيرو وهو مصدوم من الحال اللي هو وصل له، وعمال يحذر هيرو انه يدخل في قتال غير شرعي تاني. ويا ابني شيل الكار ده من دماغك، هتودينا في 60 داهيه يخرب بيتك. ابدا، هيرو راسه الف سيف انه يدخل في قتالات تانية، لان اللي بيكسبوا من ورا الموضوع ده كتير قوي وبيخليهم يعرفوا يعيشوا. انت عارف يا تيداتشي يا اخويا الدنيا صعبه والعيال عاوزين مصاريف كتير واللحمه غلت والكلام ده بقى ماشي، ولكن تيداتشي ما كانش عاجبه الكلام ده، وبدا يعرفوا ان باباهم ومامتهم اكيد ما كانوش هيبقوا راضيين بالموضوع ده. لكن هيرو بيفكروا ان هما ماتوا وهو عنده 3 سنين بس، اكيد لو كانوا عايشين كان زمانهم مشي وراه. وبيعرفوا انه رايح المدرسه دلوقتي علشان يجيب شويه طلبات من هناك. فتيداتشي بيقول له انه هيوصله، لكن هيعدوا الاول على الكليه بتاعته يجيبوا حاجه من هناك. وساعتها بنبدا نتعرف على تيداتشي اكتر. بيتعلم في اكبر كليه هندسه الكترونيات في المدينه، محدش بيدخلها غير العباقره بس، وهي دي حلم هيرو اصلا، واللي كان مهووس بالروبوتات والكليه دي هتعلمه اكتر عنها، فنفسه بقى يدخلها. ولما بيوصلوا هناك هيرو بيتعرف على صحاب اخوه في الكليه، وبيشوف حجم التكنولوجيا اللي وصلوا لها، دراجات هوائيه بتطير وحاجات شبه المغناطيس بتصلح نفسها عادي جدا. حتى الهدوم بتاعتهم كانت مختلفه من كتر ما هي متطوره. كل واحد بقى من صحاب تيداتشي كان مهووس بحاجه شكل، في اللي بيحب يصلح كل حاجه في حياته، وفي اللي مهووس بالالكترونيات، وحتى العلوم نفسها بتلاقي اللي بيحبها. لكن كلهم كانوا بيرحبوا بهيرو قوي، واضح ان هم عارفينه كويس. هيرو كل ما يتفرج على حاجه هم عاملينها بيفرح اكتر ويتهوس بيها، مش مصدق انه واقف قدام اختراعات بالعظمه دي. لحد ما تيداتشي بياخده معاه لاوضته، وهناك بيعرفوا انه هيفرجوا على اعظم اختراعاته. طب هي ايه بقى يا عم تيداتشي؟ بيطلع شريط لاصق وبيحطه على دراع هيرو عادي جدا. فهيرو بيتريق كده وبيفكروا ان هم اخترعوه من زمان، عمل فيه ايه يعني؟ علشان بمجرد ما تيداتشي يشد الشريط اللاصق طبعا بيوجع هيرو وبيقول ساعتها بيظهر لهم روبوت ضخم لونه ابيض، واللي بيطلع اسمه بي ماكس. بي ماكس بقى ده يا سيدي كان عباره عن روبوت طبي تيداتشي مخزن جواه معلومات طبيه كتير علشان يعالج الناس من غير الم. وتخيل بقى بيشتغل ببصمه الصوت، اللي هو كل ما حد يقول بس يظهر، وعلشان يوقفوه ويرجع لمكانه بيشكروه على رعايته دي ويقولوا له ان هم مش عاوزينه خلاص. تخيل بقى السهوله في المعامله دي، وتخيل اكتر لو كل بيت كان فيه روبوت زي بي ماكس كان ايه اللي هيحصل. المهم تيداتشي بيعرف هيرو انه زارع كارت عامل زي الميموري كده جوه قلب بي ماكس، مليان بالمعلومات الطبيه، ويقدر يضيف على الكارت ده اي حاجه هو عاوزها. وطبعا هيرو كان بيسمع الكلام ده وهو مندهش على اخره، ما هو اول مره يشوف روبوت بيعالج الناس. لا وتيداتشي بيخليه يجرب كمان علشان يشوف بنفسه. وبعد ما هيرو بيشوف كل حاجه بينبهر باللي شافه. لكن بعد ما بيخلصوا بيلاقوا عميد الكليه اللي اسمه كالهان وهو داخل عليهم، واللي كان معدي بالصدفه وسمع صوتهم فدخل يسلم بقى وكده. وساعتها تيداتشي عرفه على هيرو اخوه، فهيرو استغل الفرصه وقال له انه عاوز يدخل الكليه دي وكده. وكالهان قال له على الشروط اللي يعملها علشان ينضم ليهم. وقتها هيرو حط الموضوع في دماغه، ولما رجع البيت داوش تيداتشي ايه هي القوانين او الشروط اللي يعملها علشان يدخل الكليه. فتيداتشي عرفه لازم يخترع حاجه تبهر كالهان، واللي بمجرد ما تبهره هيوافق يضمه ليهم على طول، بس لازم الحاجه دي تبقى مبهره فعلا مش اي كلام كده. ساعتها هيرو حط الموضوع في دماغه وبدا يدور على حاجه يعملها تبهر كالهان. فمسك القلم وقعد مستني نبات افكاره يمكن تمن عليه بحاجه يكتبها، لكنه فضل قاعد فتره طويله من غيره ولا فكره واحده. تحس ان مخه وقف خالص، وعلشان الوقت طول قوي وهو ما جابش فكره واحده ساعتها طلب من تيداتشي يساعده. فتيداتشي قال له انه مش هيسيبه غير لما يلاقوا حاجه يعملها، وبداوا يهزروا ويلعبوا سوا. تقريبا كده هيرو كان محتاج رجل مخه، لانه من شويه الهزار دول عقله بيشتغل وبتجيله فكره عبقريه، واخيرا بيخترع حاجه. بس ايه هي؟ الله اعلم. خلينا نشوف. بيجي يوم الاختبار والكل مستني يشوف الاختراع الغريب والعجيب بتاع الحاج هيرو، واللي واخده في شويه صفايح من بتاعه الزباله بس كتير شويه. وهيرو كان متحمس قوي علشان يبدا الاختبار، لكنه متوتر شويه. احسن الاختراع ده ما يعجبش كالهان، وساعتها مش هيستفاد حاجه ومش هيبقى قدامه طريق تاني يدخل بالكليه. المهم بيطلع على المسرح رجل قدام ورجل ورا، وركبه بتخبط في بعضها علشان يعرف نفسه للجنه الحكام. وبمجرد ما بيجي الكلام على الاختراع بتاعه لسانه بيلزق في سقف بقه، فبيبص لاخوه اللي بيشجعه يكمل كلامه. وفعلا هيرو بيتشجع وبيبدا يتكلم عن الاختراع بتاعه اللي كان قد عقله الصوبع. لكن فجاه اول ما بيدوس عليها بتبدا حاجات كتير من نفس الاختراع ده تتحرك على الارض، علشان نكتشف بقى انه اخترع مغناطيس. بس مش اي مغناطيس والسلام، ده مغناطيس يقدر يعمل لك كل حاجه، بيتشكل على هيئه
بني ادمين عادي جدا، يقدر يعمل لك حواجز. بص حاجه كده تقدر تستفاد منها بكل حاجه. طبعا الاختراع ده كان نادر اصلا، بالرغم انه شويه مغناطيس بس القوه الكهربائيه اللي فيه كبيره جدا، لا وبياخد الامر من بعيد كمان. الموضوع كان شكله غريب شويه، ويمكن اول مره حد يشوف الكلام ده، لدرجه ان كالهان بيعجب بيه قوي، ولجنه التحكيم بتوافق تضمه للكليه. وقتها بقى بتظهر اطماع الناس. بيجي واحد اسمه كراي بيروح يعرض على هيرو 14 مليون دولار مقابل الاختراع بتاعه ده، لكن على مين؟ ابننا هيرو بيرفض الفلوس على طول، ده هيدخله الكليه اللي نفسه فيها. وشوف برغم انه بيحب الفلوس الا انه فضل العلم عن الفلوس. وساعتها كالهان بيديله جواب قبوله في الكليه، فبيقرروا ان هم يخرجوا يحتفلوا بقى وكده. وفي نص الليل كان تيداتشي وهيرو واقفين يتكلموا زي الاصحاب بالظبط، وهيرو مبسوط علشان حقق حلمه، وتيداتشي فرحان علشان اخوه هيبقى معاه وبكده يبقى اطمن عليه. ولكن فجاه وهم واقفين بيسمعوا صوت جاي من ناحيه الكليه، ولما بيجروا يشوفوا ايه اللي بيحصل بيتفاجئوا بالكليه كلها بتولع. تيداتشي ما بيقدرش يمسك نفسه، بيجري وسط النار علشان ينقذ مستر كالهان عميد الكليه. برغم ان هيرو منعه علشان ما يتعرضش للخطر، لكن تيداتشي مرضاش يتخلى عن المعلم بتاعه وعرض نفسه للمخاطر عشان ينقذه. وبمجرد ما تيداتشي دخل من باب الكليه حصل انفجار كبير جدا اكل كل حاجه قدامه، وبسبب الانفجار هيرو وقع على الارض وفقد الوعي. وبعد كام يوم بنشوف العزا بتاعه وهيرو متاثر جدا بموت اخوه، ما بقاش يخرج زي الاول ولا مهتم بدراسته، بما انه لسه طفل ما كانش فيه غير خالته كيس اللي بتهتم بيه. وفي يوم لقى رساله جايه له من صحاب اخوه تيداتشي اللي شفناهم من شويه، وهم باعتين له فيديو يسالوه عليه ويطلبوا منه انه يخرج ويواجه الدنيا وما يفضلش حزين مكتئب كده طول الوقت. ولكن هيرو بيقفل الفيديو على طول لانه مش حابب يفتكر ذكرياته الحزينه، وبيبدا يبص في جواب الموافقه اللي كان اخده من كالهان، بس بيرميه في الزباله على طول وكانه بقى زاهد كل حاجه. لكنه فجاه بيتخبط في رجله، ما بيقدرش يكتم صوته من وطبعا زي ما انتوا عارفين طالما قال الرد هيكون ايه؟ انك تعمل لايك وتشترك في القناه يا زميلي علشان يوصل لك كل جديد. المهم بعد قولة الطويله دي بيطلع له الروبوت المعالج بتاع اخوه، اللي طبعا زي ما انتوا عارفين بيشتغل بالصوت، يعني يا دوب قولة بتفوقه. ساعتها بيقوم يعالج هيرو اللي كان مستغرب كل ده ومش عاوز يتعالج لانه ما فيهوش حاجه قوي يعني. ولكن الروبوت بيبدا يوصف له حالته وانه بيعاني من اكتئاب النضج المفاجئ، وده لانه بيمر بفتره مراهقه وكلام كتير من ده. فبيحاول هيرو يغطي على الكلام ده لانه محرج، لكن الروبوت بيكمل كلامه وبيقول له على اعراض البلوغ كمان. المهم هيرو بيحاول يسكته باي طريقه لحد ما الروبوت يقول له انه لازم يبقى راضي عن خدمته الاول. بس فجاه هيرو بيسمع صوت خروشه كده حواليه، ولما بيبص مصدرها ايه بيكتشف انها نفس المغناطيس اللي اخترعه علشان الكليه. فبيستغرب انه بيتحرك بالطريقه دي لان المفروض باقي المغناطيس اتدمر يوم حريقه الكليه، بما انه كان مشروع القبول بتاعه واتحط هناك وانفجر مع اللي انفجر بقى، بس ما بيحطش في دماغه وبيخبيه في علبه صغيره والسلام. ولكن الروبوت الطبي بيعرفه ان المغناطيس ده بيحاول ينجذب لحاجه معينه، وده ما بيغيرش اي حاجه عند هيرو لانه بيتريق كده ويقول له طب خلاص بقى ابقى اعرف وعرفني. وتقريبا كده الروبوت ما كانش فاهم ان الجمله دي تريقه، لانه بيسمع كلام هيرو فعلا وبياخد المغناطيس عشان يشوفه هيوديه على فين. وقتها هيرو بيتصدم لما بيلاقيه سمع كلامه بسرعه كده، ولما بيخرج يبص عليه من الشباك بيتفاجئ انه ماشي وسط الشوارع، وتقريبا كده هيعمل مشاكل كتير لان العربيات بدات تخبط في بعضها. فبسرعه بينزل يجري على الشارع، وخالته لما بتشوفه ما بتبقاش فاهمه حاجه، حتى هو ما بيقولهاش اي حاجه برضه، وبيطلع على بره جري. كل ده والروبوت ماشي في الشارع مش شايف قدامه، وهيرو بيجري وراه في كل اتجاه لحد ما اخيرا بيوصل له. ساعتها بيتفاجئ ان الروبوت واقف قدام مبنى عالي والمغناطيس عمال يتحرك ناحيته، فبيستغرب وايه يعني ايه اللي هيجذب المغناطيس بتاعه لمبنى عالي زي ده. علشان كده بياخده وبيتسلق المبنى لان الفضول بيبقى عنده يعرف ايه اللي بيستخبى جواه، وبيقول للروبوت انه يقف يستناه تحت. لكن تقريبا الروبوت بيسمع الكلام اللي على مزاجه بس لانه بيطلع المبنى وراه. المهم هيرو بيدخل المبنى وبيتسحب لحد ما بيوصل لمختبر سري. المختبر ده بقى بيتصنع فيه نفس نوع المغناطيس الروبوت بتاعه، فبيتصدم مين اللي سرق الاختراع بتاعه، والاهم هو بيصنع الكميات دي كلها ليه. لكنه ما بيلحقش وبيتخض بسبب الروبوت بي ماكس اللي بيقف قدامه فجأة، بس لسه هيتكلم معاه بيلاقي المغناطيس بيتحرك من حواليه، وساعتها هديلك في اسنانك وطير يا معلم. بيهربوا هما الاتنين بسرعة لان كمية
المغناطيس اللي بتهجم عليهم كبيرة، لحد ما بيقعوا على الارض فجأة. وساعتها هيرو بيبص وراه بيشوف راجل لابس ماسك هو اللي بيتحكم في كل المغناطيس ده، فبينط بسرعة من الشباك وهو مش عارف مين اللي الشخص ده، لكن ما بيبقاش قدامه غير اسم الشرطة علشان بيشك ان هو اللي ورا انفجار الكلية. ولما بيروح يقدم بلاغ الضابط ما بيكونش مصدقه خالص، لانه بيقول كلام مش معقول على الاخر. يعني وقتها الضابط كان هيتصل بحد من اهله علشان يجوا ياخدوه، بس هنقول ايه بقى، هيرو ما بيرضاش يكمل كلامه لانه بيخاف يتقبض عليه، وبياخد بيه ماكس ويجري على بره. المهم بيوصل البيت متاخر وبيلاقي خالته بتحضر الاكل، واللي بتبقى مبسوطه ومفكره انه خلاص رجع يعيش حياته من تاني ويخرج وكده، لكنه كان في هم تاني خالص. بيحاول يدخل بيه ماكس من غير ما تاخد بالها، وبالفعل بيستغل انشغالها بالاكل وبيهربه على جوه، ولكن تصرفاته بتبقى غريبه ليها شويه، وهو بيحاول يداري على قد ما يقدر. وبمجرد ما بيخلص معاها بيجري على اوضته علشان يشحن بيه ماكس، ساعتها بيطمن انه بقى في امان. المهم هيرو كان متاثر شويه، وده بيلفت انتباه بيه ماكس اللي بيحاول يساعده ويتصل بحد من صحابه، ولكن هيرو بيمنعه بسرعه، فبيحاول يحضنه علشان يواسيه، وكل ده محمله من خلال برنامج على الكمبيوتر. وفي اللحظه دي هيرو بيلمح المغناطيس بتاعه، فبيرجع يفكر في الراجل المقنع وبيتهمه ان هو اللي سرق الاختراع بتاعه وفجر الكليه، وبيقرر انه يروح المختبر السري بتاعه مره تانية علشان يكشفه. المهم علشان يأمن نفسه الاول بياخد بيه ماكس يحمل له شويه برامج عن فنون القتال زي جاكي شان وبروسلي وجيتلي والكلام ده، وبعدين بيصنع له درع من المعدن بدل المطاط اللي بيتخرم من اقل حركه ده، علشان بعد ما يخلص يحس ان عنده حارس شخصي يقدر يحميه. وطبعا الموضوع كان مبهر قوي، حتى انا كبهير انبهرت. وبعد ما بيخلصوا كل حاجه بيروحوا على المختبر السري بتاع الصبح، ولكن بنتفاجئ ان في عربيه ماشيه وراهم بتراقبهم، وهم كمان لما بيوصلوا للمختبر بيتفاجئوا ان مفيش حاجه هناك، كأن المقنع ده نقل كل حاجه من المكان علشان ما يتكشفش. بس بيتفاجئ ان المغناطيس بيتحرك في ايده، وعلشان كده بيفضل ماشي ورا الحركه بتاعته لحد ما بيوصل للبحر، وهناك بيشوف خيال اسود ضخم جاي عليه من بعيد، ولما بيقرب بيتفاجئ انه نفس الشخص المقنع، فبيهربوا بسرعه منه وبيستنوا الفرصه المناسبه اللي يدخلوا فيها، لكنهم بيتفاجئوا بالعربيه اللي بتراقبهم وهي واقفه قدامهم. والوهله قلب الواحد وقف والله. العربيه بقى بتطلع بتاعه صاحب تداتشي اخوه الكبير، اللي شافوه هو خارج من البيت بيتسحب وجم وراه علشان يطمنوا، ولسه هيرحبوا ببعض لقوا المقنع بيهجم عليهم بالمغناطيس، ولولا بيه ماكس كان زمانهم اتاكلوا حرفيا، لكنه بينقذهم وبيهربوا ناحيه العربيه بسرعه، وبتدور بينهم وبين المغناطيس مطارده غريبه شويه. في النهايه بيقعوا في البحر، فبيضطر بيه ماكس يخلع الدروع بتاعته عشان يركبوا فوقه ويخرجوا من الميه، وبفضل المطاط اللي بيه ماكس مصنوع منه بيتنفخ شبه البالونه وبيمسكوا فيه لحد ما بيخرجوا. اما المقنع فبعد ما اطمن عليهم ان هم غرقوا في الميه سابهم ومشي. ساعتها بقى واحد من صحاب تداتشي اسمه فريد قرر يستضيف الشله دي كلها عنده في البيت، بما انهم ما كانوش يعرفوا فريد ده من انهي داهيه اصلا، ما كانوش يعرفوا انه اصلا شخص غني وساكن في قصر وسط المدينه. في البدايه بيشكوا انه جاي مكان غلط، لكن لما بيلاقوا الخدم بيعاملوه كويس وبيدخلوه البيت بيتصدموا. المهم كلهم بيدخلوا لاوضه فريد علشان يحققوا في الموضوع ويعرفوا مين الشخص المقنع ده، لحد ما بيفتكروا كراي اللي كان طمعان في اختراع هيرو قبل كده وعرض عليه فلوس، وبيقولوا ان هو الوحيد اللي يعمل كده بسبب نفوذه وكمان طمعه في الاختراع. طب هنوقفه ازاي يا جدعان؟ فريد بيقترح ان هم يعملوا فريق السوبر هيرو، بمعنى ان هم يلبسوا لبس يدل على ان هم ابطال خارقين ويحاربوا الجريمه. طب احنا ما عندناش قوه خارقه يا عم فريد. هنا بقى هيرو بيقوم يرد عليهم بان هم ممكن يبقى عندهم، وطبعا بيلمح على ان هم اصحاب تداتشي ولازم يرجعوا حقه كده، وتقريبا السكه دي بتجيب معاهم وبيوافقوا يساعدوه. بيبداوا يخترعوا اسلحه من خلال الاختراعات اللي كانوا عملوها قبل كده، الراجل المطاط والست البهلوانيه وحاجات كتير من دي. حتى فريد بيعمل راجل آلي وبيلبسه، وفي اللي بيعمل له سلاح من اشعه ليزر، والدنيا بتبقى جميله على الاخر. حتى بي ماكس هو كمان بيصنع له درع شكله احلى من الاول وكمان بيطير، وده بسبب هيرو اللي بيجهزه يبقى الحارس الخاص بيه. وبعد ما بيجربوا كل الاسلحه اللي اخترعوها بيطمنوا خلاص ان هم يقدروا يقفوا قدام المقنع دلوقتي، فبيطلبوا من بي ماكس ان هم يعمل لهم بحث ويقول لهم على مكان المقنع، ولما بيعمل كده بيدلهم على جزيره وسط البحر، فبيتجهوا كلهم لهناك وهم متشعلقين في جسم بي ماكس لحد ما بيوصلوا لمكان مهجور على الجزيره، وهناك
بيتفاجئوا بقى بمكان مجهز لكل حاجة، او بمعنى صح كان مكان مختبر قديم بيعملوا فيه تجارب كتير، لحد ما بيلاقوا مخبأ سري جوه الحيطة بيكتشفوا ان فيه اجهزة مراقبة. ولما بيتفرجوا على الفيديوهات اللي موجودة فيه بيشوفوا كراي وهو بيجرب اختراع غريب شوية، حاجة شبيهة بناقل زمني، بوابة بيدخلوا منها وبوابة تانية ممكن تبقى في مكان تاني بيخرجوا منها، هتبقى اسهل واسرع من الطيارات العادية. يعني لو كل بلد بقى فيها بوابة من دي يقدر اي حد يسافر في وقت قليل جدا ومن غير تعب، وساعتها هتبقى التكلفة اغلى لانه هتوفر كتير. لكن لما جم يجربوا الاختراع ده عملي التجربة فشلت، وفي بوابة منهم اتدمرت والتانية حصلتها في وقت قليل، وبسبب الموضوع ده الحكومة وقفت الاختراع. وطبعا كراي اتضايق جدا. شفت بقى القصة دي كلها اهو هيرو وفريقه بيشكوا ان كراي هو اللي سرق المغناطيس بتاعه لمجرد انه اعجب بيه وحب ياخده لنفسه، ولكن فجأة ظهر الراجل المقنع وحدف عليهم صخرة كبيرة وغطاهم بيها ودمر الكمبيوترات. فهيرو بسرعة طلب من بي ماكس ينقذهم ويطلعهم من المكان، واول ما خرجوا لقوا المقنع واقف قصادهم لسه، واللي استغرب ان هم لسه عايشين. ولكن في اللحظة دي بدأت المعركة الحقيقية وبدأ الابطال الخارقين في الهجوم عليه. كل ده والمقنع بيحاول يتحكم في المغناطيس ويهجم عليهم بيه، لكن كل واحد كان بيستخدم قدرته السحرية او اللي اخترعها ويهجم بيها عليه. وفي وسط المعركة دي هيرو بيهجم عليه بسرعة كبيرة، بيوقعه على الارض. هنا بقى كانت اللحظة الحاسمة، القناع بيقع من على وشه وبيظهر شكله الحقيقي، وبيتفاجئ هيرو او بنتفاجئ كلنا ان المقنع ده يبقى مستر كالهان عميد الكلية. منين وازاي وامتى؟ كالهان بيجاوبنا بقى على كل الاسئلة دي، ان لولا المغناطيس بتاع هيرو ما كانش زمانه عايش وقت الانفجار. طب تيداتشي اخويا راح فين وايه ذنبه في كل ده؟ كالهان بيقول انها غلطته هو وما بيكملش السبب ايه، وبيطلب القناع من هيرو علشان يلبسه. مش عاوز اقولك ان القناع ده هو اللي كان كالهان بيتحكم بيه في المغناطيس، يعني من غيره هيبقى ملط. ساعتها هيرو بيطلب من بي ماكس يدمره. طب انا روبوت طب يا عم، ازاي ادمر مخلوق تاني؟ بيقوم هيرو مريحه خالص ومطلع شريحة الطب من جواه وسايب له شريحة القتال بس، في مشهد يخلي اي حد يخاف من هيرو اكتر من كالهان لانه اتحول فجأة. بس كل ده علشان ينتقم لاخوه، لكن بسبب شريحة القتال اللي جوه بي ماكس بيتحول حرفيا وبيجري ورا كالهان بطريقة غريبة. فباقي الفريق بيحاولوا يمنعوه لان هما بيفكروا بالعقل شوية، وده بيدي فرصة لكالهان انه ياخد القناع ويستخدم المغناطيس ويهرب بسرعة. ساعتها هيرو بيلوم صحابه اللي وقفوا بي ماكس من قتل كالهان، فبيحاولوا يقنعوه انه بيفكر غلط وما ينفعش يقتل حد، ولكن هيرو ما بيحطش في دماغه وبيركب فوق كتف بي ماكس وبيطير. فبيعدي الاول على البيت علشان يشوف الاعطال اللي في بي ماكس ويصلحها، وساعتها بي ماكس بيقول له ان اعصابه متوترة وشكله متضايق شوية. وطبعا هيرو كان مولع من جواه لانه عاوز ينتقم من كالهان لاخوه، بس بيحاول يخبي الحزن اللي جواه وبيدور على شريحة بي ماكس علشان يضيف له حاجات جديدة، ولكن بتيجي سيرة تيداتشي في النص وساعتها ما بيقدرش يستحمل وبينهار. فبي ماكس بيشغل له فيديوهات قديمة لتيداتشي ايام ما كان بيصنعه واللي كان مسجلها في جسم بي ماكس علشان يفرجها له لما يخلصوا. دلوقتي تيداتشي مات والروبوت هو اللي بيفرجوا عليها بنفسه. بس المرة دي بقى هيرو بيحس قد ايه اخوه تعب في صنع بي ماكس وخسر قد ايه، وفضل يعاند ويعافر لحد ما عمله، والنتيجة ساب له روبوت يقدر يعالج كل حاجة عنده. فبيحس انه عمل حاجة غلط لما حط له برامج القتال، وفي اللحظة دي بيدخل عليه باقي الفريق وهما بيشجعوه يشيل الشر من دماغه ويفكروا بشكل عقلاني شوية علشان يظهروا الحقيقة. وفعلا هيرو بيهدى وبيشكرهم ان هما ما بعدوش عنه، وبيحط الفلاشة اللي كان نقلها من على الكمبيوتر المختبر على كمبيوتره هو علشان يعرف الحقيقة كلها. الفكرة بقى انه بيكتشف ان كل اللي حصل ده سواء انفجار الكلية او حتى انفجار البوابات الزمنية كان مجرد طار بين كالهان وكراي، والنتيجة اشخاص تانية خالص اللي ماتوا. يعني بنت كالهان كانت هي فار التجارب في البوابات الزمنية بتاعت كراي، ولما اتدمرت كالهان زعل جدا عليها فقرر يخلص منه. قام كراي رايح مولع في الكلية علشان يوقف كالهان، قام كالهان طلع منها وناوي يخلص على كراي. دايرة ودوخين يا ليمون. علشان كده هيرو باقي الفرقة بيقرروا ان هم يروحوا لكراي علشان يلحقوه
قبل ما يموت. وبالفعل في نفس الوقت بنشوف كالهان وهو داخل عليه بالمغناطيس بتاعه وبيكتفه وبيصنع له البوابه الزمنيه بتاعته علشان يقتله فيها، علشان في اللحظه دي يوصل هيرو وباقي الفريق ويبداوا يهجموا عليه. ولكن المره دي كالهان بيهجم عليهم من غير رحمه، وده لانه قدامه فرصه من دهب يخلص على كراي. ولكن الفريق بيعمل اللي عليه وكل واحد بيحاول يهرب من المغناطيس باي طريقه لحد ما بيتجمعوا من جديد وبيجروا ناحيه كالهان. ساعتها بيدوروا الضرب في المغناطيس علشان يوقفوه خالص، وفي اللحظه المناسبه بياخدوا القناع بتاع كالهان علشان يبعدوه خالص عن التحكم في المغناطيس. واول ما بيعملوا كده كل حاجه بتهدى من تاني، ما بيتبقاش قدامهم غير البوابه الزمنيه اللي لازم يعطلوها قبل ما تسحب كل حاجه حواليها. ولكن فجاه هيرو بيلمح بيماكس واقف يبص على البوابه، ولما بيساله عن السبب بيماكس بيقول له ان بنت كالهان لسه عايشه جواها. وبرغم ان الموضوع مش مستقر جوه البوابه الزمنيه الا ان هيرو بيقرر يدخل جواها علشان ينقذها، وبيدخل لعالم شكله غريب عن مما يتخيل لحد ما بيشوف المركبه بتاعه بنت كالهان وبياخدها ويرجع. بس بيماكس بيتخبط في الدرع بتاعه وبيتكسر، وبكده الموضوع بقى صعب عليه علشان يخرج. ولكن هيرو ما بيرضاش يتخلى عنه وبيترجاه يروح معاه. بما ان مفيش غير دراع بيماكس اللي شغال، بس بيماكس بيقول له يستخدمه علشان يرجع، وبيقرر يضحي بنفسه علشان يسيب هيرو يعيش. ومع ان الموضوع صعب الا ان هيرو بيسمع كلامه، لكنه بيبقى متاثر علشان مش هيشوف بيماكس تاني. وبيخرج اخيرا من البوابه وهو معاه بنت كالهان اللي بيتقبض عليه وبيدخل السجن. اما فريق هيرو فبيتشهروا قوي في المدينه وبيقرروا ان هم يفضلوا مع بعض باقي حياتهم. لكن بالنسبه بقى لهيرو بيقرر يصنع بيماكس جديد لما بيشوف الشريحه بتاعته لسه موجوده عنده في البيت، وبكده لما هيصنعه ويحطها جواه ذكرياته كلها ترجع ولا كأن حصل له حاجه. وبالفعل بعد مده بنشوفهم بيلعبوا سوا وشكل التجربه نجحت، وبيرجع يعيش حياته تاني مبسوط من اول. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك اللذيذ عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا سلام.